السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنزل بزاف ديال لي شورت والفيديوهات راه خصهم يعني وقت، وعلى حسب الوقت عندي الخدمة بزاف ودابا على حسب الاتصالات الكتيرة اللي تيجيوني، بالاخص على استنزال وتحضير الملك دافيد السبتي. اليوم جيت لكم بواحد النصائح. هاد الناس تيديروا الترحاب والطوابل باموال طاهله، ولكن ما تيتمش الاستنزال ولا التحضير ديال دافيد المعلم. اولا دافيد السبتي هو اللي تيختارك، ماشي نتوما اللي تتقروا او المقدمين والمقدمات يدخلوه اي وقت ونخرجوه اي وقت ونحضروه اي وقت. ثانيا دافيد السبتي تيدخل على وراثه او منذ الطفوله. كاينين ناس ما تيعرفوش عندهم حتى تيكبروا في العمر وتيلقاو راسهم مهتمين باللغه اليهوديه في البحث، او تيحلموا براسهم في زياره الارض المقدسه اورشليم او القدس، وفعلا تيلبي الطلب وتيديك تيزورك هاد الاماكن في القدس وتيجيوك هدايا من القدس على ارض الواقع. تاكد انه عندك دافيد السبتي في الرفقه ديالك. ثالثا هو تيبغي حسكه او لا مينوغا او الشمعدان بفضه خالصه، ماشي الشخص اللي يشريها تتهدى ليه او تياخدها بواحد الثمن رخيص. مثلا تيمشي لابغوكونت وتيلقى هذيك الحسكه وتيحسبوها ليه رخيصه، ولان او يعني رغم ان الثمن ديالها باهظ وتيشريه بثمن جد رخيص. او تتهدى ليه مجانا. يعني في الاصل الشمعدان او لا مينوغا بالفضه او النقريه هو راه غالي الثمن في الاصل. رابعا كذلك يجد ويهدى اليه مبخره كذلك فضيه وليس بخشبيه، وتجي من بلدان مختصه بشرط انا غادي نعطيكم الاسماء ديالها، طبعا من القدس او مصر او لبنان، ماشي من الخليج. هادو تيتسماو طوابع الملك دافيد السبتي. هاد الطوابع تيزيدك حاجات اخرين اسرار. رابعا تيجيك وتيعطيك سر من اسراره في الحلم بنوع العمل الروحاني اللي هو قرر يعطيك واللي هو اعطاك الامر باش تخدمي به. خامسا وهو لب الموضوع، الملك دافيد السبتي ما تيحضرش بالليل. معلومه صريحه ومؤكده بحكمي تنخدم هذا الملك المعلم السبتي وطريقتي جد مختلفه في هذا المجال. سادسا له ساعه معينه ويوم معين وشهر معين، ما نقدروش نخدموه في اي وقت للتحضير والاستنزال. هو جد صعب الا للمتمكنين واللي عندهم الخواتم السداسيه والخماسيه واشارات في الجسم ديالهم. الحضور والاستنزال تيكون على اليد ماشي بالنطق. الناس اللي تيقولوا انا دافيد رانا حضرت وبغيت هادي وبغيت هادي، هادشي راه خرافات. هو تيجي باليد، تيعطيك اشارات باليد،
تيعطي بزاف د الحوايج باليد. انا ما غاديش ندخل سميتو الديتاي لان حتى هذه اسرار وما نقدرش نعطيها هكاك، وخطوط حمراء كما تنقول دائما. هاد المعلم دافيد السبتي او الملك السبتي تياخدوه حتى اليهود الكابالا تيخدموا به، لانه عنده منطقه وقبائل في المغرب، دونك تيخدموه اليهود اللي ساكنين في المغرب ويهود القدس. سابعا، المحكمة الحقيقية المعلم دافيد السبتي اللي تيتقابل معك فيها وتيعطيها ليك على شكل كتابة في الرؤية، وهو الطابع الكبير ديالو. ناس عارفين سفرو وسيدي علي بن سرغين والكهف، هادوك خدام دافيد. واش ملك غادي يمشي للكهف؟ بالله عليكم. الملك المعلم السبتي راه عنده قصر، هو عنده أبهة ووهرة في الشخصية، وعنده كما سبقت قلت قصر ماشي كهف. فاختاروا المقدمين المتمكنين اللي عندهم قدرة الاستنزال. والمثل اللي سنعطيه دايما، إلا كان المحدث حمق السامع يكون بعقله. وإلا كان عندكم فعلا هو تيحب الكتمان، تيحب الأسرار ديالو تبقى بينك وبينه، ولا عطاك الخدمة بهاد الأسرار طبعا راه غادي تخدمي بها مع الناس. ولو كنتي من أصحاب اليوتيوب ما تحطوش شغل دافيد السبتي، يعني الأسلحة ديالو كما تتقولوا نتوما، يعني ها الساروت ها المفتاح ها القروش ها المنورة ها الرايات ديالو نقولوا ها الأحمر ها الازرق ها الرمادي، العلامات كما تتقولوا نستروهم وتتحطوهم يراهم الملأ. وهذا الشيء المعلم دافيد راه ما تيبغيش هذا الشيء. نصيحة لكل المتتبعين ومنهم كتير من المقدمين والمقدمات انكونيتو، انا هذا الشيء تنعرفو، الله يعاونهم، بشرط يوجهوا الناس المرضى للخير وتكون عندهم واحد الشفافية، يعني يقولوا الصراحة. الشخص إلا عنده من الجواد وإلا ما عندوش تصارحوه بلا هدف مادي. والمواضيع ديالي راه تتكون يعني ريزومي ملخصة، ماشي باش نرفع القناة ولا السوايع ولا الدقائق. انا ما تيهمنيش هذا الشيء، انا تيهمني انفرق هاد النصائح باش الناس ما يمرضوش والناس ما يخرقوش شغلهم. وهو دافيد السبتي راه معروف عليه، يعني كاع المحله السبتيه راه صعيبه صعيبه صعيبه، ما معهاش اللعب، راه ما معهاش اللعب. وهذا الشيء اكثريه ديال الناس راه عارفينه، واكثريه ديال الناس باغيين يدخلوا هذا الملك بزز. على داك الشيء خصكم تصارحوهم. الا عندهم السبتيين اوكي خدموا ليهم، ما عندهمش السبتيين صارحوهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.